اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الأيام بخير يا رب. النهاردة زي ما انتم شايفين كده عملنا مع بعض عاشورة اللي هي البليلة، اللي هي بليلة، اللي هي غلة القمح، اللي هي غلة القمح هتشوفوها معايا دلوقتي. بمناسبة عاشورة طبعا احنا متعودين كل سنة وانتم طيبين عن جدودنا وامهاتنا، لازم اليوم ده بيبقى لازم نعمل فيه عاشورة اللي هي البليلة، بليلة القمح باللبن. واحنا عملناها بوصفة خرافية. بس قبل ما نخش على التحضير والمقادير ما تنسونوش في لايك وشير واشتراك في القناة وتصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا معايا هنا مج من هو مج الشاي العادي، مج من هو المج المعياري بتاع الشاي، ملياه غلة ونقعته في مية لمدة 4 ساعات لحد الغلة كده ما طريت معايا وحسيتها ضعفت وزادت. ومعايا هنا رتل من الحليب، ومعايا معلقتين لبن بودر، ومعلقتين كريم شانتيه، ومعايا معلقتين اللي هو النشا، ومعايا معلقة قشطة، ومعايا فانيليا بس فقط لا غير. معايا هنا بعد ما نقعته 4 ساعات غسلته شطفته كويس وحلة على النار، ونزلت بيها في قلب الحلة بالغلة، وهسيبها لحد ما تستوي معايا، لحد ما توصل القوام اللي انا عايزاه دلوقتي. خلاص هي دلوقتي خلاص استوت معايا اهي زي ما انتوا شايفين، وبقى فيها اثر ميه بسيط كده. هخليها بس كده لمدة 5 دقايق، وبعد كده هجيب الهاند بلندر واشتغل اضرب فيهم كده زي ما انتوا شايفين. انا ما مش عايزاه يتهرس معايا ولا اي حاجة، لا انا عايزاه حاجة بسيطة بس، يعني تكسر تكسير كده، الغلة تتكسر معايا تكسير زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده لو مش متوفر عندك الهاند بلندر ممكن تاخدي نص الكمية تعمليها في قلب الخلاط، مفيش اي مشكلة، هيديكي نفس النتيجة ونفس القوام اللي هتشوفوه معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احنا عملناها اقسم بالله احلى من بتاع المحلات. لو مش متوفر عندك لبن بودر، مش متوفر عندك كريم شانتيه، مفيش اي مشكله. بعد كده خلاص كده تمام، احنا وصلنا القوام اللي احنا عايزينه. بعد كده نزلت برتل اللبن اللي هو لبن ساقع عادي من التلاجة، لبن بلدي، لبن معلب المتوفر عندك اللي هو اللبن اللي هو الحليب. وبعد كده هسيبه، وبعد كده نزلت بكوبايه من السكر. السكر ده على حسب رغبتك انتي، ممكن تزودي، بس انا الكميه اللي معايا حلوه قوي كده، انا مش مزوده في الكميه، ممكن تضاعفي الكميه في كل حاجه مفيش اي مشكله على حسب افراد الاسره اللي عندك. وبعد كده هسيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها على النار، وهوطي عليها النار، وهجيب نص كوبايه لبن اللي هو الحليب، وهنزل باللبن البودره، وهنزل بالنشا، وهنزل بالكريم شانتيه، وهضربهم كده لحد ما يدوبوا معايا على البارد. ومعايا هنا معلقتين من القشطه اللي هي القشطه البلدي، انا مستعمله وش اللبن. عندك قشطه معلبه ما عندكيش مفيش اي مشكله، مش هنقف على حاجه، بس القشطه كده بتخليه طعمه كريمي كده وجميل زي اللي بنشتريه من بره. وبعد كده هنزل بقلب الخليط ده اللي هو النشا واللبن البودر والكريم شانتيه على نص كوبايه لبن، وهفضل مجرد ما يسخن معايا اللي انا الخليط اللي انا حطيته، هتلاقوا البليله كده مسكت نفسها وبقيت بالقوام اللي انا عايزاه ده. وبعد كده حطيت معلقه من الفانيليا، او بصراحه ممكن تحطي ريحه جوز الهند اللي متوفر عندك كده. طفيت النار ونزلت بمعلقه القشطه، والله العظيم كانت خرافيه. هتشوفوا معايا دلوقتي مجرد على بال ما نزلتها من على النار وحضرت الاطباق بتاعتي كانت عامله وش، شايفين وش تحفه تحفه، شايفين الوش الكريمي ده اللي احلى من اللي بنشتريه من بره بكتير. وبعد كده هغرف زي ما انتوا شايفين كده. عملت معايا مج الشاي ده عامل معايا كمية حلوة قوي. ولازم تنقعي الغلة، ولو من بالليل يبقى افضل 4 ساعات 5 ساعات. لو من بالليل مش هتأثر في حاجة، بالعكس ده هتديكي نتيجة احلى واحلى. وخلاص كده خلصت كل الكمية وغرفتها. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يحسن ما بين ايديكم وايدينا يا رب. وكانت بصراحة القوام بتاعها تحفة، وكان خرافة، كانت حاجة كده فاخر من الاخر زي ما احنا متعودين. لو وصلت لحد هنا ما تنسونش في لايك وشير واشتراك في القناة. وبعد كده انا معايا هنا حبة جوز الهند على حبة زبيب. المتوفر عندك اي مكسرات زينتي بيهم كده زي ما انتوا شايفين المتوفر عندك زيني بيه. هو مش محتاج تزيين بصراحة، هو تحفة من غير تزيين. واشوفكم على فيديو جديد يا حبايبي، وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.